عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده مجمعة فيه اكبر عدد من اسئلتكم اللي سألتوها الفترة اللي فاتت، واللي انا عارفة انها هتفرق معاكم جدا. كلكم بتعملوا بعض الاخطاء دي، وكمان كلكم خايفين من الحاجات دي الفترة الجاية، فلازم ان انا انوه عنها واقول لكم تعملوا فيها ايه بالظبط، علشان في حاجات كمان انا عملتها غلط وكنت ندمانة عليها، فعشان مش عايزاكم تقعوا في نفس الغلط ده. انا مجمعة الاسئلة دي من جروب التليجرام ومن الانستجرام، فيلا بينا نشوفها مع بعض واجاوب عليها سؤال باذن الله. اول سؤال معانا هو ايه اهم الابواب في كل ماده؟ بصوا يا جماعه، الموضوع ده مهم قوي، لان انت لما بتيجي تحل لازم تركز برضو في الحلول بتاعتك وفي المراجعه بتاعتك نفسها على الابواب اللي فعلا بيجي منها اسئله كتير، واللي بيبقى معظم الامتحان بتلاقيها كذا مره تقعد تكرر لك اسئله منها. مش معناها ان انتوا تهملوا الباقي، لا طبعا كله نركز عليه وكله نهتم بيه، بس الابواب دي نركز عليها اكتر شويه ونحل عليها اكتر شويه عشان بيجي كمان فيها افكار. اول حاجه ماده الفيزياء، اكتر الابواب اللي بتيجي الباب الثالث ويليه الباب الثاني. اغلب الامتحان باب ثالث باب ثالث باب ثاني، باب ثالث وثاني دول دي تركز عليهم جدا جدا في الفيزياء. وبالنسبه للحديثه هما بيجي عليهم حوالي 17 او 18 درجه، هتهتم بيها كلها على بعضها، يعني مش حاجه اكتر من حاجه. بس بالاخص يعني بصراحه اللي كان فيه اكتر اسئله هو الباب الخامس اللي هو اول واحد في الحديثه. في الكيمياء اكتر حاجه تركز عليها طبعا العضويه، فلو انت مش كويس قوي في العضويه دي لازم تتذاكر كويس جدا وتحفظ المعادلات بتاعتها، مش مجرد حفظ بالنص وخلاص، لا انا ابقى فاهم المعادله، وكمان يتحل عليها كتير جدا ولازم تتراجع اكتر من مره. العضويه لازم تتراجع اكتر من مره، ويليها بقى الباب الثالث والرابع بيجي فيهم برضو افكار، فلازم تركز عليهم برضو. الاحياء فصل التكاثر اكبر فصل، فاكتر فصل بيجي عليه اسئله وساعات بيقعد يلف بالاسئله شويه. ويليه الباب الثاني صغير بس اسئلته فيها بجد افكار، كميه افكار، والواحد بيتلخبط ما بين الهرمونات وما بين ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، فبجد بيجيب فيه افكار عاليه جدا، فتركز عليه كويس قوي. بالنسبه للجيولوجيا هو اكتر باب كان جايب عليه هو الباب الخامس، وهو اكتر باب كان اسئلته تقيله شويه بصراحه. الابواب اللي باقيه كلها كانت اسئلتها حلوه جدا ومستواها كويس جدا، فهو الباب الخامس اللي تركز عليه اكتر حاجه وتحل عليه افكار كتير. علوم البيئه لو عايز تركز على حاجه كمان فيها اكتر هتركز على الفصل الاول منها. الفصل الاول منها جه عليه اسئله كذا سؤال، وكانوا فيهم برضو فكره شويه. طيب العربي يا جماعه، الحاجه اللي انا اقدر انصحكم بيها نصيحه من قلبي والله العظيم، وده اللي انا عملته وحصل معايا، هي انك تحاول على قد ما تقدر تخلي النحو يبقى مضمون بالنسبه لك. هو طبعا مفيش حاجه مضمونه تماما، كله بايد ربنا سبحانه وتعالى، بس اللي انت المفروض تعمله ان انت تحل نحو كتير جدا وافكار، مش اي نحو، الافكار المركبه اللي بتربط ما بين اكتر من قاعده، واللي كانت موجوده كتير قوي في كتاب الكيان وكتاب البيان، دي هي اللي بتيجي في الامتحان مش الاسئله المباشره. فتهتم قوي بالنحو. لو انت قفلت النحو فانت كده على الاقل تطمن شويه ان القراءه والنصوص اكيد لازم، اي حد بيضيع درجات فيهم، فتبقى مطمن ان انت الحمد لله النحو انا عرفت احله كله كويس، وده الحمد لله من فضل ربنا اللي حصل معايا، انا مقفله النحو كله وحليته صح. فعشان كده بنصحكم النحو ده اكتر حاجه تحاولوا تبقوا كويسين فيها. وطبعا كل يوم لازم يتحل قطعه قراءه وقطعه نصوص، لان النصوص كمان عليها درجات كتير، قطعه قراءه وقطعه نصوص، عشان تبقى مطمن ومتعود ومتدرب. بالنسبه للانجليش السكيلز بالقطعتين دول يعتبروا اغلب الامتحان، دول لازم تركز عليهم جدا. زي ما قلت لكم في فيديو الانجليش، انا قلت لكم السكيلز تعملوا فيها ايه، قلت لكم القطع تعملوا فيها ايه، كلمات، كل حاجه قلت لكم عليها في الفيديو اللي هو فات على طول ده، اتفرجوا عليه بجد مهم قوي قوي قوي، كل كلمه فيه مهمه، وقلت لكم حتى لازم تكتبوا الحاجات دي في ورقه علشان مهمين قوي. فتركزوا في الفيديو كويس، اتفرجوا عليه، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن وفي اول كومنت. السؤال اللي بعده هو مش سؤال، هو 3 اشخاص او 4، وفي طبعا غيرهم كتير جدا قايلين نفس الكلمه، النفسيه تحت الصفر، النفسيه في الارض، مفيش، نفسيتنا متدمره، عايزين تحفيز. طيب الانسان اللي عايز يوصل لحلمه باذن الله لازم ما يستناش ان هو يبقى محفز ويبقى عنده طاقه ايجابيه وانت تقدر وانت قدها والحاجات دي كلها علشان يبدا يذاكر بالذات في الفتره اللي احنا فيها دي. خلاص الامتحان قرب، الامتحان خلاص يعني فاضل اقل من شهرين، فانا مش هستنى لما حد يجي يحفزني وخليك قدها والحاجات دي كلها، ما ينفعش ان انا استنى كده.
ما ينفعش ان انا استنى انا ابقى متحفز علشان ابدا اذاكر. انا لازم ابدا اذاكر على طول من نفسي، سواء كنت نفسيتي مش حلوه او حلوه. طب مين نفسيته حلوه وهو بيذاكر؟ يعني مين هيبقى قاعد بيذاكر وهو مبسوط وفي قمه السعاده؟ مفيش حد كده، مستحيل. حتى الانسان لما يحصل على جرعه من التحفيز بتدوم معاه قد ايه؟ يعني هتقعد معاه شهر؟ لا، بتقعد معاه وقتها. وبعدين لما يبدا يذاكر ويدخل في المذاكره ويقعد ويذاكر ويعمل، خلاص هينسى التحفيز ده كله ويحس ان هو محبط تاني ومتضايق ونفسيته تعبانه. لان المذاكره مش حاجه محببه على قلبنا، بالاخص في الثانويه العامه مع الضغط النفسي كله. فانا مقدره اللي انتوا فيه، مقدره ان نفسيتكم تعبت وان انتوا اتخنقتوا من الثانويه دي خالص. بس خلاص، بقول لكم باقي اقل من شهرين وانتوا عارفين كده كويس. مش هنتعب بقى الشهرين دول ونيجي على نفسنا ونقاوم نفسيتنا اللي وحشه دي علشان خاطر حلمنا، علشان خاطر نفرح اهلنا يومها. يعني نفسيتك هتعمل لك ايه يوم ما انت تطلع النتيجه؟ تشوف في عين اهلك ان هم محبطين وخيب ظنهم. هتنفعك بايه نفسيتك اللي مش حلوه دي؟ هتنفعك بايه ان انت مش قادر تذاكر دلوقتي؟ ان انا ما عنديش شغف للمذاكره. هينفعك بايه؟ مش هينفعك بحاجه. هتقعد تندم عليه وتقول يا ريتني ويا ريتني. دي وحشه قوي، وحشه قوي قوي قوي، اوحش من تعب المذاكره دلوقتي بكتير اللي انت مش عايز تتعبه ده. فاتعبوا علشان خاطري دلوقتي، علشان انا والله دي الكلام ده كله من اختكم. اتعبوا واجتهدوا وابذلوا كل جهدكم وتعالوا على نفسكم وعلى نفسيتكم علشان خاطر حلمكم. السؤال اللي بعده، انا محتاجه اعرف انا لو لسه ما خلصتش مواد زي الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وكده، ابدا مراجعات ولا اخلصهم الاول خالص بعد كده ابدا؟ لا طبعا ابداي مراجعات، لان ما ينفعش ان احنا نستنى نخلص كل حاجه عشان نبدا مراجعه. المراجعه مهمه قوي، بالاخص ان احنا لازم نمشي مع المستر. يعني المستر بدا مراجعه اراجع معاه، ده كده هيفكرني بالقديم لحد ما اخلص انا اللي انا عليا دلوقتي. مفيش مشكله خالص، خلاص هو مفيش على مهلي واديله حقه، وفي نفس الوقت ابقى براجع وماشيه مع المستر في المراجعه. لكن مش هسيب المراجعه واقعد استنى لما اخلص. ما انا كده هراكم المراجعه، هراكمها يعني زي ما براكم المنهج انا هراكم المراجعه. فلا، مش عايزاكم تعملوا كده خالص. المراجعه تتاخد في وقتها مع المستر بالظبط، امشي معاه يقول لي راجع الباب كذا، اراجع الباب كذا، احل كذا، احل كذا، اثناء وانا شغاله في المنهج بخلصه. وحتى الشوامل لما كنت باجي احل شوامل، عشان في سؤال تاني على الشوامل برضو، لما كنت باجي احلها كنت بحل الشوامل وانا لسه في حاجات ما خلصتهاش عادي جدا. الحاجات اللي ما خلصتهاش بسيب الاسئله بتاعتها وبحل الباقي. لان احنا ما ينفعش نستنى لما نخلص خالص ونراجع كله علشان نبدا ان احنا نحل الشوامل. لا، لازم ندرب نفسنا على الامتحانات الشامله، فتبداوا من دلوقتي حل الشوامل كمان. السؤال اللي بعده، جماعه هو انا بغلط كتير في الامتحانات، بس لما باجي اشوف الاخطاء بتاعتي 99% منها بتكون حاجات انا عارفاها. يعني بقعد اقول ازاي انا اخترت الحاجه دي غلط وكده، وبتكون تافهه جدا، ورغم ان هي برده مركزه وكده يعني، والمفروض انها ما تخلصش في حاجه عبيطه زي دي وهي مذاكره وفاهمه كويس. طيب ليه؟ لان انتوا بتتدربوا طول السنه على حل اسئله مستواها عالي وافكار عاليه واسئله كلها يعني عشان ترتقي لمستوى الامتحان. بس الامتحان عمره ما بيجي كله اسئله كده، مستحيل. لازم في اسئله بتبقى متوسط، اسئله فوق المتوسط، اسئله اقل من المتوسط، كل ده بيجي في الامتحان. فلازم ان احنا برضو نتدرب على الاسئله العاديه. فمفيش مشكله ان انت تغلطي في اسئله سهله، مفيش اي مشكله. انا كنت بغلط برضو في اسئله سهله واقول ازاي انا عملتها دي غلط، دي تافهه جدا، عادي ايه يعني. في الامتحان كمان بيبقى تركيزك اضعاف اللي انت مركزه دلوقتي ده في الامتحانات العاديه دي. هتقولي طب لا ازاي، ده انا مركزه دلوقتي قوي وفايقه لا، برضو انت دماغك برضو فيها كذا حاجه تانية. انا عليا فيزياء، كيمياء، احياء، جيولوجيا، المواد دي كلها، والمفروض احل في كذا والمفروض اعمل كذا. دماغك مشغوله. في الامتحان انت مش بتفكري في حاجه غير في الماده دي بس. انت بقالك اسبوع قبل الماده دي او 4 ايام مركزه في الماده دي بس، فدماغك كلها في الماده دي بس. فلما تيجي في الامتحان تحلي انت مركزه تماما. ان شاء الله الاخطاء التافهه دي مش هتحصل. وحلوا من كل المستويات، ما تحلوش في الاسئله الصعبه والعاليه بس، خليكم في كل الاسئله، كل الانماط تحلوها. السؤال اللي بعده، دكتوره انا بقعد 12 ساعه في الدروس وبروح تعبانه قوي، بس سايبه 3 ايام فاضيين في الاسبوع، هل ده عادي؟ ما هو انت سبتي 3 ايام فاضيين بس قصاد كده باقي ايام الاسبوع انت قاعده فيهم تروحي دروس، ترجعي خلاص انت 12 ساعه دروس، انت خلاص هتروحي تنامي، انت مش هتقدري تعملي اي حاجه. وحتى لو صحيتي من النوم برضه هتبقي مرهقه مش قادره تعملي اي حاجه. فيعني فهماني، في الحالتين هتبقي تعبانه ال4 ايام الباقيين كلهم، و3 ايام بس اللي هتشتغلي فيهم، فانت كده بتضيعي وقت كبير جدا. لا طبعا، انا من وجهه نظري لو كده حولي اونلاين احسن لك، طالما الدروس بتاخد معاكي 12 ساعه. او
طالما هو انت مكثفه الدروس في ايام محدده، لا وزعيها على الايام، ما تسيبيش الا يوم واحد بس اللي فاضي. انا كنت بعمل كده عن نفسي، يوم واحد او اتنين بالكتير قوي، وباقي الدروس متوزعه على الايام. عشان كمان انت الحصص، انت عندك دلوقتي لو اخدتي مثلا فيزياء واحياء وجيولوجيا ورا بعض كتير قوي، مخك هيهنج. ما اكيد هتاخدي ثلاث دروس في يوم اكيد يعني، فمخك هيهنج. حتى لو درسين في يوم وتاني يوم درسين في يوم، لا ارهاق جامد جدا على دماغك، وهتلاقي نفسك خلاص مالكيش طاقه، والثلاث ايام اللي فاضيين هتبقي عايزه برضو ترتاحي فيهم عشان مش قادره تذاكري، عشان انت ارهقتي نفسك قوي في الايام اللي انت اخدتي فيها دي. فنصيحه مني، تحولي اونلاين، يا اما تقسمي توزعي الدروس على الايام، فتخلي نفسك كل يوم في عندك درس مفيش مشكله الصبح بدري، اروح منه انام ساعتين، ابدا اشتغل باقي اليوم بكل نشاط وبكل بقى حيويه وقوه، مفيش مشكله خالص. ده كده حلو جميل. السؤال اللي بعده، اعمل ايه في البابل شيت؟ انا خايفه اضيع كل تعبي بسببه، اتعامل معاه ازاي؟ يا ريت قولي لي. وكمان كتاب المفاهيم ممكن اعتمد عليه في الاحياء والجيولوجيا ولا لا؟ بالنسبه للبابل شيت يا جماعه، البابل شيت اول نصيحه، البابل شيت يتحل اول باول، ما يتسابش للاخر خالص، لو سمحتوا محدش يسيبه للاخر، دي نصيحه مني. انا جربت كل حاجه، جربت كل الطرق، وفي الكليه على فكره اكتشفت احسن طريقه لحد دلوقتي، وما كنتش بعملها في ثانوي، بس كانت هي احسن طريقه. الطريقه اللي انا كنت بعملها في ثانوي ان انا كنت بحل سؤال واروح رايحه عاملاه في البابل شيت، ودي اللي انا بنصح كنت بيها دايما. بس في الكليه لقيت ان صفحه احسن من سؤال، لان سؤال فيه عيب ان انا بضيع وقت بعد ما اروح السؤال اروح رايحه عاملاه في البابل شيت وهكذا، يعني بضيع وقت شويه. فاحسن لي صفحه واروح نقلاها بس بتركيز وبالراحه، وانقلها بايه؟ بالرصاص خفيف خالص، علشان انا بعمل بعدها عليه بالازرق لو انا ما غيرتش الاجابه يعني، وغالبا ما كنتش بحب اغير الاجابات خالص، فبعمل على الرصاص ده بالازرق. فعشان طبعا الازرق على الرصاص ما يبقاش لونه اسود، فكنت بخاف بعمل رصاص خفيف خالص اللي هو يبقى ظل كده بس ابقى شايفاه طبعا علشان اعمل عليه. الموضوع ده مفيد قوي، لان انا في الاخر وانا براجع بروح بقى محضره كل اللي انا عملته ده بالرصاص، ومش لازم امسح بقى اقعد امسح واعمل تاني بالجاف، لا انا اعمل عليه عشان انا بكون اصلا عاملاه بالخفيف. فهو دي نصيحتي ليكم. وورقه البابل شيت اصلا بتاعتكم هنزلها لكم على جروب التليجرام. والبابل شيت يتعمل زي ما بقول لكم، صفحه او سؤال على حسب انتوا بترتاحوا ايه، مفيش مشكله يعني. لكن ما يتسابش كله للاخر خالص. انا هنزل لكم ورق البابل شيت عشان خاطر تطبعوه وتتدربوا عليه في الامتحانات الشامله اللي انتوا بتحلوها. ايوه انا بدات اعمل الموضوع ده من اول شهر 5، بدات اجيب ورق بابل شيت اطبعه وابدا اعمل الامتحانات اللي انا بحلها عليه، لازم. وكمان كنت طبعا بعمل تايمر لنفسي. كنت الاول باخد وقت طويل، ممكن اخد اكتر من 3 ساعات اصلا، بعدين بدات اخد ال3 ساعات بالظبط، بعدين بدات اخد اقل من 3 ساعات، لحد ما وصلت ان من فضل ربنا بقيت احل الامتحان الشامل بتاع العربي في ساعه ونص بس. امتحان شامل الصبح واحل امتحان شامل بالليل، ساعه ونص وساعه ونص. وكنت بحل كام شامل في العموم، مثلا من اول شهر 5 بدات احل كل يوم شامل لكل ماده، ما عدا العربي كنت بحله 2، واحد الصبح وواحد بالليل، والانجليش كنت بحله برضو 2، واحد الصبح وواحد بالليل. هي دلوقتي سأله كمان على كتاب المفاهيم. بصراحه لا، يعني انا شايفه انه ما ينفعش ان انت تعتمد على كتاب المفاهيم ده خالص. انت تحفظ كويس المنهج كله، تكرره، التكرار هو ده اللي هيحفظ. تحل عليه اسئله، ده بيثبت اكتر. لكن ازاي انا ابقى قاعده في اللجنه وفي معلومه يعني في سؤال بيعتمد على معلومه معينه المفروض انا ابقى حافظاها وابقى مش حافظاها وادور في كتاب المفاهيم؟ لا بجد يعني ده رعب في حد ذاته. لازم تبقى حافظ المنهج كله. الكتاب المفاهيم علشان لو سهوا نسينا حاجه كنا حافظينها نبقى مطمنين ان في كتاب المفاهيم هنفتحه، واصلا كنا مطمنين ان في حاجه ممكن نفتحها نفتكر بيها، ده لوحده بيخلينا نطمن اكتر، فالتوتر بتاعنا يقل، فالحاجات تثبت اكتر. فما تقلقوش من الموضوع ده خالص، حفظوا بس واعملوا اللي عليكم انتوا، وابذلوا جهد في الحفظ. وكتاب المفاهيم تقرأوا كله من اوله لاخره، يعني تراجع منه مره قبل الامتحان. انا عملت كده عن نفسي، طبعتهم كلهم كتب المفاهيم بتاعت كل المواد. في حاجه مهمه قوي برضو بخصوص لجنه الامتحان، نماذج الامتحانات يا جماعه. النموذج بتاع الامتحان اللي انت بتاخده ده اختلفت الاقوال، في ناس بيقعدوا يقولوا النموذج اللي انت بتاخده اخدت نموذج الف، اخدت ب، اخدت ج، اخدت د، لازم تاخده طول الامتحانات. وفي ناس بيقولوا ان لا، النموذج الف لو اخدته هيتكتب عندهم في الكمبيوتر ان انت اخدت الف، يفضل يتصحح لك الف بس، مش هيتصحح لك اي نموذج تاني. طبعا كتير قوي من الناس اجمعوا على ان النموذج اللي انت بتاخده
مش بيثبت ولا حاجه، انت اي نموذج تاخده هيتصحح لك على حسب النموذج. اخدت الف تمام، اخدت ب تمام، اخدت ج تمام، اي حاجه تاخدها. بس احب اقولك ان انا واللجنه بتاعتي كلها كنا اخدين، مثلا انا اخده نموذج كان الف تقريبا، كان لونه روز. اللون الروز ده فضل معايا من اول الامتحانات اللي بره المجموع لحد اخر الامتحانات خالص، ما غيرتوش في ولا امتحان. ولما حد كان بيتغير النموذج بتاعه اللون تاني، يروحوا قايلين انا كنت باخد اللون كذا، لو سمحتوا غيروا لي ده للون كذا، يروحوا مغيرينه. لان احنا دلوقتي حاجه مشكوك فيها، ليه اعرض نفسي لان انا ابقى قلقانه لا بعدين يصححوا لي نموذج تاني، لا بعدين يصححوا لي غلط؟ طب ليه انا احط نفسي في موضع ان انا ابقى قلقانه ودي امتحانات ثانويه عامه؟ وليه احط نفسي في الموضع ده؟ ما انا اخد نفس النموذج كل الامتحانات، اقول للمراقب بتاعي لو سمحت لا انا باخد النموذج الف دايما. دلوقتي كده الاسئله خلصت، وانا زي ما وعدتكم في جروب التليجرام ان في مسابقه. انتوا زي ما انتوا عاوزين مني، انا بحب اعمل مسابقات وبحب اعمل جوائز ليكم. في رمضان كنا بنعمل مسابقات. الجوائز دي عباره عن البوكس ده. البوكس ده هيبقى جاي من تبسيط. هنتفرج مع بعض دلوقتي على المحتويات بتاعت البوكس ده. شخص بس واحد منكم هو اللي هيكسب البوكس ده. للاسف والله لو عليا كنت كلكم تكسبوا البوكس ده. عشان خاطركم كلكم بقى في برومو كود هحطه لكم دلوقتي على الشاشه، اللي هو دوك نانسي محمد. اي حد منكم يبعتوا التبسيط وعايز اي باكج من الباكجات اللي انا هوريها لكم كمان شويه دلوقتي، هياخد عليها خصم 20% باذن الله. اما بقى بالنسبه للشخص اللي هيكسب البوكس مجاني، تعملوا ايه عشان تدخلوا السحب على البوكس ده؟ هبعت لكم اللينك بتاع الجروب بتاعهم، كلكم هتنضموا. ومن اول النهارده اليوم اللي يتعرض فيه الفيديو ده، اي حد هينضم من اول النهارده للجروب هم بيسجلوا اسمائهم كلهم وبيجمعوهم، وبعدين كلهم هيتحطوا في السحب، وانا هطلعهم كده وهيتلفوا قدامكم، وهختار حد منهم عشوائي قدامكم كلكم، وزي ما هتشوفوا باذن الله كمان كام يوم. فكلكم ادخلوا بسرعه لان هما يومين باذن الله وخلاص هيوقف السحب. حد واحد هيكسب الباكج ده يتشحن له لحد بيته مجانا باذن الله. يلا بينا نتفرج على الباكج مع بعض. اول حاجه في الباكج ده 3 قلم الهايلايت دول، بصوا كلهم بالجليتر، فدول مش موجودين بجد، انا مش بشوفهم خالص في المكتبات ولا في اي حته، بجد حلوين قوي. دول قلمين دول. ده قلم اسود حبر، بصوا هجربه لكم طبعا دلوقتي. وده القلم الجودو الاصلي، قلم سنون. فيه 2 ستيكي نوت اهو، والستيكرز الكيوت قوي دي. دول فواصل تحطها مثلا علشان تعلم، لو انت ده الباب الاول تكتب الباب الاول مثلا هنا وتلزقه عند الباب الاول فتفتح على طول. دي بقى فواصل ما بين الصفحات، سواء كنت خلصت جزء من باب فعايز تفصل ما بينه وما بين الجزء اللي انت ما خلصتهوش، فتحط الفاصل ده علشان وقفت عند الحته دي فترجع تكمل من اللي بعدها يعني. نيجي طبعا للكشاكيل بتاعه التبسيط المميزه اللي كلمتكم عنها كذا مره قبل كده. اول واحد اهو في سينونيم وانتونيمز، المعنى والمضاد بتاع الانجليش. مش بس كده، في جزئيات ما فهمتهاش، ودي جديده لسه عاملينها في الباكج بتاع المراجعه النهائيه. جزئيات ما فهمتهاش تكتبها كلها اهي، وادي اهو ما تغلطهاش تاني، تكتب بقى الاخطاء بتاعتك. والقاعده الثابته، القاعده الثابته اهي تكتب هنا القواعد بتاعت الانجليش. واخر كشكول معانا هو سوبر بلانر تبسيط، وهو باين عليه ان هو سوبر طبعا. بيبقى اغلبه في الاول جزء فاضي تكتب فيه اللي انت عايزه بقى، انا معمول بالوان بحيث ان انت يعني تكتب بقى اللي انت عايزه. مثلا البينك هيبقى المادة كذا، الاخضر هيبقى المادة كذا، وهكذا طبعا. ده كده الباكج بتاع المسابقه. يلا بقى انا متحمسه جدا بجد اعرف مين فيكم اللي هيكسب. على جروب التليجرام هتلاقوا لينك الجروب بتاعهم، كلكم اعملوا انضمام. شكرا لكم جدا، مع السلامه.